السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين ديالنا، جيتكم فيديو جديد ونهار جديد. وهذا الفيديو اليوم ديال البنات وديال العيالات بالخصوص، المهم حتى الدراري علاش لا. المهم الفيديو ديال اليوم تقشير وديال الوجه وديال اليدين وماسك اللي هو غزال يخليك اختي هكا كتشقشقي هكا غزاله. المهم التقشير عندي هنا القهوه ديال الباكيه ولا ديال العبار اللي كان، ولكن ما يكونش فيها العطور، العشب ديالها، حيت العشب حارين وغادي يضروا لكم البشره ديالكم. وعندي هنا سنيده اللي تكون رقيقه شويه، اللي ما بغاتش دير سنيده، هي سنيده زوينه للتقشير باش تقشروا. وعندي زيت الزيتون ولا زيت العود. غادي ندير شويه القهوه هنا في الطبيصل، وعندي سنيده تقريبا العبار قد معلقه ونص بهاد المعلقه هذه الصغيره ديال البلاستيك. وغادي نزيد عليها هذا تقشير باش غادي نقشروا الجسم ديالنا، اليديدات ديالنا والوجيه ديالنا. هانتوما درت 2 معلقات ديال الزيت ونخلط حتى نشوف. الصلاة على النبي. بعد ما خلطت هاد المكونات هادو ب3 غادي نبدا في التقشير. كنشد اختي هكا هاد القهيوه وسنيده وزيت العود، وكنبقى نقشر بهذا الشكل، ما تحكوش، غير بشويه هكا، بشويه كتقشروا الوجيه ديالكم وكتقشروا يديداتكم. راه كيخلي اليديدات والوجه رطب هكا ما بدير غزال. صافي ملي كنقشروا نساليو كنحيدوا هاد المكونات هادو اللي درنا، وكنغسلوا الوجه ديالنا بالصابون اللي كتغسلوا به دائما، صابون النيله ولا صابون الحجره ولا الطوس. انا كنغسل وجهي بصابون الطوس مرطب وزوين، والله العظيم صابون الطوس ما كاين زعما شي حاجه بحالو. داك الصابونيات كاملين صابون الطوس زوين. دابا اش غادي ندير؟ غادي نجيب دانون ولا الياغوت اللي مسوس ما فيه السكر، خالي من السكريات، وكنجيب معلقه ديال النيدو بودر، وكنجيب الماء ورد، وكنجيب واحد الطبيصل بحال هكا. غادي نشد هاد المعلقه هذه بها ان شاء الله، غادي نخلط. انا دابا كنسرع لكم الفيديو باش كندير هاد المعلقه ديال النيدو كما كتشوفوا. اختي اللي بغات الجمال ديالها واللي بغات، وكنجيب معلقه ما عمراش ديال هاد، ندير معلقه عامره حيت في الاول هزيت غير شويه. وغنجيب هاد الماء ورد هذا راه كنرشو حتى على وجهنا، كيخلي الوجه غزال والعوينات وكلشي. هانتوما غادي نرش واحد شويه هنا ديال الماء ورد، حيت الماء ورد خطير هاد الماء ورد هذا الماسكات. صافي وغادي نخلط هاد الحليب. الا بغيتو ديروا تحكوا صابون الضوف ديروها، بغيتو ديروا الملح ديال هذا، الملح ديال البيض، داك الابيض، داك الملح الابيض ماشي الصفر، الابيض الصفر راه كيشقق الوجه، غنقولها لكم. صافي كنخلطوا بهذا الشكل. انا درت غير شويه دابا هانت معاكم. وحق الله العظيم هذا الماسك هذا الا خطير للوجه. ما ديروش الحامض، ديروا الماء ورد. ما نصحكمش بالحامض، الحامض كيصبغ الوجه، كيكحل الوجه. انا دابا راه وجهي راه كحل ويديداتي مع البحر، ولكن ان شاء الله غير نسالي مع التبحيره ديالي ونبدا في الماسكات. صافي دابا هاني غنطبق هذا الماسك حداكم نتوما كتشوفوا باش تعرفوا باللي راهو خطير. هانتوما واخا ما خصنيش نديرو دابا مع البحر، مازال كنمشي للبحر، ولكن واخا هكاك غادي ندير معكم. هانتوما باش تتاكدوا. دابا انا منين نكون حيده الزيت راه غادي نبدا هاد الماسك من هنا، من هاد البلاصه على حد الشعر، من لهنا ونجي حتى عند وديناتي من هنا، وندير هنا في العنق ديالي هنايا، وندير يديداتي. حيت راه درت المقشر هو الاول، انا درت المقشر
ما درتوش معاكم ولكن درتو قبيله، حيت غير زيت العود والقهوه والسنيده راه ما كتخسر حتى شي حاجه. وغادي ندير لكم ماسكات خطيرين اللي كنت كندير واللي كيديرهم بنات صحاباتي وتبارك الله والصلاه على النبي. كيفاش دايرين دابا بحال هذا الماسك هذا الا درناه بحال هكا، الا بغيتو تقضيو عليه غادي تجيبوا داك كلينكس داك الرقيق وتزيدوا تقسموه، حيت راه كيكون مضوبل. هانتي اختي عرفتو كنحس الوجه ديالي هذا الماسك كيجبد ليا الحراره من الوجه ديالي. هانتوما غادي نحاول ندير هكا. شوفوا هادو البطن هذا ديال العين من هنا ومن الفوق ما ديروش، غادي ديروا الخيار العين، غادي تشدوا الخيار دواور، غادي تقطعوه هكا دويورات وتحطوه على عينيكم، ما ديروا فيه حتى شي حاجه. الخيار زوين للعينين، راه ما كاين لا حامض لا استحمص. انا كنصحكم داكشي اللي كنصح به راسي كنصح به خواتاتي وبنياتي. هانتوما خايت تقاسوا الحجيبات ديالكم راه ما عنده ما يدير، حيت ما فيهش الجيلاتين. المهم هكا كطبقوا الماسك ديالكم، غادي تخليوه حتى يكرم كما قلت لكم. واخا كتكون شي كحوليه هنايا حدا الفم ديالنا ولا سميتو وضد التكماش ديال الوجه. راه النيدو تبارك الله وهاد الدوران المسوس راه معروف، غاديش نحتاج كيديروه كلشي الناس. المهم هكا طبقوه مزيان، كطبقوه على الوجهيه ديالكم هذا الماسك، وتجيبوا كلينكس وتحطوه عليه وتخليوه حتى يبس نص ساعه ولا ربع ساعه، المهم حتى يبس على حسب الجو، حتى كيبس مزيان. وكتبقاو جايين كتبرموه غير بشويه هكا بشويه، كيحيد لكم كلشي داك البقع السوداء وداك التصبغات ديال الشمس وديال اي حاجه. من بعد كنغسلو وجهنا بالصابون ديال النيله ولا ديال الحجره ولا ديال الطوس. راه هذا صابون النيله زوين، صابون الطوس غزال على تشريبتي. هاد الماسك هذا مازال غنطبقو على يدي، دابا مازال كنهضر معاكم. كنجيب ملي كنغسلو بداك الصابون الطوس ولا صابون الحجره ولا صابون النيله، حتى كنغسلو نشفوه هكا بفوطه طيب على وجهنا وكندهنو بهادي. هادي خطيره مع البنات، راه ما كاين شي بومادات اخرين. راه كنشوف انا بزاف ديال الناس كيحطوا عدات بومادات، راه هادوك البومادات راه ما زوينينش. خلط شلط خلط جلط راه كتخرجوا على البشره ديالكم. هادي انا كنديرها من وقتاش، راه كتخلي هكا الوجه كيشعل 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 هكا زوينه ومرطبه. كندهن بها انا هادي دابا كدوز ليا شهرين، كندهن بها وجهي ويدي ورجلي، حتى من هنا كندهن يديداتي. المهم ملي كدهنوا كتجيبوا عاوتاني هادي وكترشوها هكا على الوجهيه ديالكم كامل. يا اختي ونعسيه فرحة الله في الصباح كيصبح الوجه ديالك هكا ما يدير، كيصبح كيشقشق. نتمنى نكون فيتكم بهذا الماسك هذا وبالصحه والراحه. الى فيديو جديد ان شاء الله، وخلوا لي في التعاليق كيفاش جاكم هذا الماسك. الى درتوه ديروه مده 4 الخطرات 3 الخطرات في السيمانه، حيت ما فيه حتى شي حاجه كتضر. كلشي هذا الشيء طبيعي 100%. وهاني طبقته على وجهي حداكم باش تعرفوه راه ما كيضر من حتى حاجه. تهلاو ليا في راسكم. الى فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.